دورها السلبي في سوريا؟ دورها ضد العلويين والبشار الاسد. اولا انا مع مدام رولا كان علينا ضغط كتير في اللقاء. هي فاجأتني بالسؤال وقالت لي ان بشار اختفاء الملك وقتله وقتل بشار الاسد. انا كان الذبذبات عاليه، انا قلت هي محاوله قتل بشار الاسد، ولكن بشار الاسد ربنا هيقف معاه لاخر وقت وهيهرب. في امريكان هيخشوا سوريا. لكن انت قبل كده قلت لي ان بشار الاسد سافر. لا انا ما قلتش يا حضرتك، انا قلت لك محاوله قتل. سيتعرض للقتل قلت لك محاوله قتل. في فرق بين محاوله قتل وتفشل وفي فرق ان هو يقتل. هناك فرق بين محاوله قتل. نظام بشار الاسد سيسقط. سوريا ستسقط، مش نظام بشار بس، لان الجيش الحر ده بعتبره من علامات ظهور الدجال. هو الجيش السفياني، هو الجيش السفياني المحارب للامام. عشان كده في جنسيات كتيره واعراض كتيره مالهاش علاقه ببعض. بالظبط. هم مالهمش، هم اصلا مين اللي بيمول الجيش الحر؟ هم الصهاينه، وهم كمان الغرب. هو ممول من الغرب ومن الصهاينه. هم مالهمش اصلا، مالهمش حس ديني، مالهمش عقيده، مالهمش ايمان، مالهمش اي شيء، يهمهم الفلوس وبس. يعني انا كده مرتزقه. هم مرتزقه واللي بيعملوا بشار ده الصح.